يا زمن. الأهلي صاحب كل الأرقام القياسية في دوري أبطال أفريقيا، صاحب الأكثر تتويج، صاحب الأكثر وصولا للنهائي، صاحب الأكثر صعودا من دور المجموعات، صاحب الأكثر تسجيلا للأهداف، صاحب الأكثر فوز في دوري الأبطال. الأهلي ملك القارة وزعيمها الأول. بننزل دلوقتي على الصفحه الرسميه احنا احتمال نقابل مين في دور 32. بص، خليني اقول لك ان احنا مش المفروض نسال هنقابل مين في الكونفدراليه. السؤال ده من الاساس غلط. السؤال ما ينفعش يتسال. ليه ما ينفعش يتسال يا حبيب قلبي؟ هقول لك. انت مالك البطوله اللي هي الكبيره، بطوله دوري ابطال افريقيا، هتلعب كونفدراليه. خلاص، رست معانا على كده، وقفت على كده، خلاص الدنيا تمام. ماشي يا عم. الرجاء ده اقوى فريق في بطوله الكونفدراليه بعد الاهلي. فحته ان احنا نشوف احنا هنلاعب مين الماتش الجاي دي غلط. انا خلي بالك، انا المفروض كمشجع الموسم ده انا ماليش دعوه احنا هنلاعب مين. انا ما تقوليش احنا الماتش الجاي هنقابل فلان او دور المجموعات نقابل ان احنا معانا المجموعه الفلانيه. لا، انا بقعد كده اشوف الماتش النهارده احنا بنكسب 3 4 بص، جوه ارضك بره ارضك الكلام ده ما يفرقش. الكلام ده ما بقاش موجود خلاص. انت المفروض عندك سكواد دلوقتي تعمل بيه اللي انت عايزه. المفروض عندك سكواد تعمل بيه اللي انت جبت اللي انت عايزه، وجبت مهاجمين ومشيت فلان وجبت علان. مع ان الغلطه انا شايف ان هي غلطه محمد علي بن رمضان. الراجل ده ما يمشيش. الراجل ده كوير. الراجل ده حلنجي حلنجي ملعب. اقسم بالله فرده. الشوط ازاي ما اعرفش، بس ما علينا. مش مشكلتي. انت كمدرب شايف الاصلح فين، انا ماليش دعوه بيه واداره. فانت اصل انت جاي تعلن لي تقول لي اصل احنا احتمال نلعب مش عارف مين ومش عارف بتحط لي مين. يا عم انا مش مستني الكلام ده. انا مستني تقول لي ميعاد الماتش بس. اروح اتفرج على الكلام ده في دوري ابطال افريقيا، كمان في الادوار الاقصائيه ماشي. نشوف بقى احنا هنلاعب مين ومش عارف ايه ونهتم ونشوف بقى ونديله بقى حجم مع كامل احترام الفرقه بطوله الكونفدراليه يعني. بس معلش يعني احنا ما فيهاش بقى هي ريال مدريد او فيها مثلا بايرن ميونخ او روما، او ما فيهاش الكلام ده. هي يعني ما فيهاش صن داونز ولا ترجي ولا زمالك ولا بيراميدز. ما فيهاش الكلام ده. ده الدنيا على الله ان شاء الله خالص هناك. ده الدنيا هناك عجنه خالص طرش. ما فيش حد اصلا. ده انت ما فيش حاجه اسمها ان انت في مجال انك تتعادل مع فريق في ملعبه حتى لو في النهائي. ما فيش الكلام ده. انت المفروض تنزل يا حبيبي تكسب 5 وتكسب 6 وتجرس اي فرقه تلعبه في ملعبه. احنا بنستنى بنشوف احنا احتمال نلعب مين. ما نكبر كده يا جدعان للشغلانه كده ونروق كده ونرش ميه كده ونروق الدنيا كده، عشان ده كده قد كده الشغلانه صغرت خالص. اقسم بالله انت المفروض مكانك دلوقتي انت بتشوف البطوله بتاعت افريقيا دي السنه دي. احنا دي كنت المفروض انت في دماغك كده انت بتستموت عشان تاخدها السنه دي. لا احنا اصلا مش هنلعب فيها. فهل هنعمل حسابات لفرق تانية في بطوله مش عارف كونفدراليه احنا ممكن ومش عارف ايه وهنلعب مين؟ مش هعمل الكلام ده. اقسم بالله الاهلي لو ما خد البطوله دي بارتياحيه بفرض سيطره كامله من اول ماتش لاخر ماتش، يبقى في حاجه غلط. يبقى احنا برضو لسه في حاجه غلط المفروض انها تتظبط. اي فرقه في العالم بتعمل موسم سيء على فكره. ريال مدريد السنه اللي فاتت كانت وحشه. في فرق كتير قوي كانت كبيره جدا وبتنزل عادي موسم وبتاع والدنيا بتظبط. كان عامل موسم زفت. وانا مش معايا هنا اصلا بايرن ميونخ وبرشلونه ونيوكاسل وبتاع. فده فرقه كلها على الله يعني. انت اقوى فريق قيمه تسويقيه، اقوى فريق كسكواد، اقوى فريق في كاداره، اقوى بص جماهيريه، اقوى كل حاجه. فايه بقى اللي يخليني ان انا اعمل حساباته واشوف انا لاعب مين ومش هلاعب مين واعمل حساب واشغل دماغي في ما تشغلش دماغك بحد. انت انزل اكسب التخين في الملعب بره ارضك الاول، وبعد كده في ارضك بقى ايه ده ماتش كده المفروض للجماهير. ده زي ما قلت قبل كده للناس اللي هي جايه سعيانه طفحانه ودافعه فلوس من قوت يوميتها عشان تيجي تتفرج. ده انت بتيجي في ملعبك بقى بتدلعه، بتوري له بقى السكور وتوري له بقى الدنيا بقى هنا ايه، وتروح كده مزاجه رايق على الفرقه دي. انت بتعمل نمره هنا في ملعبك على الفرقه دي. مش هنستنى بقى نشوف احنا هنلاعب مين في الكونفدراليه. ايه يا عم، ما صباح الفل يابا. ما هنروق كده.